من الوقت الاضافي الرابع. ادي الحقيقه فضل بمهاره جميله وتقدم رائع لخالد بيبو. يا ريت حضرتك برضه تشرح لنا تفاصيل الهدف الكابتن. يعني هو شوف اولا الكره اتلعبت سن جذبه كده وبتنط لمحمد فضل، شفناها اهي. وهنا بقى الانطلاق بتاع محمد فضل والبرجل الكويس، ثم التمويه بالتصويب وراح مرقص الراجل، فطبعا الراجل استجاب معاه، وبعد كده بدون انانيه عملها للجاي من الخلف، القادم من الخلف، فلعبها خالد بيبو كان لو يلعب مثلا ضربه جزاء بجنب رجله الشمال متحكم فيها تحكم جيد لانها من مسافه قريبه جدا. وانا بعتقد انه التصرف اللي عمله محمد فضل تصرف عظيم جدا، لانه وهو بيجري مؤكد لاح ان في لعيبه جايه بتابعاه زي مثلا خالد بيبو، فلما لقى نفسه الزاويه مقفوله والراجل قافل عليه على ان هو يشوط، موه بالشوط وراح مرقص. بعد كده لقى الراجل جاي في سكته وراح عاملها، لانه الترقيصه مش هي بس كل حاجه، الترقيصه الجيده اللي عملها دي اول خطوه لتحضير التمريره اللي بعدها، والا كان ممكن يشوط هو لو مش شايف حد جاي معاه، كان يشوطها وهو بيجري والراجل بيجري معاه. ايا كان حط رجله بقت كورنر وجت رؤيه. نعم هناك رؤيه، هناك تقل وتفكير قبل ما بيعمل الحركه دي، على الحركه دي تمهيدا لان هو يباصيها، والا كان ممكن لو مش شايف خالد بيبو كان شاط وهو بيجري بالكوره. كلام جميل. الجول ده بياخد برضو جزء كبير قوي من نجاحه كابتن فتحي. ليه؟ اللعبه فرديه جدا من خالد بيبو، خطفها بسن الجزمه زي ما قال الكابتن طه لفضل، مهاره فرديه من فضل عملها، وبعدين مهاره فرديه من خالد بيبو او ضحى كانه بيضحك. طب فين دور فتحي مبروك بقى؟ دور فتحي مبروك ان حط 3 فراوده تواجدوا ساعة هدف داخل منطقة الجزاء، لحظة الهدف 3 أحمر داخل منطقة الجزاء، كثافة عددية مناسبة جدا. كان يمكن لخالد بيبو أن يمرر لأحمد بلال ليسجل دون أدنى رقبة. يبقى هنا قد إيه هذا الاتجاه والفكر بتاع فتحي مبروك في تغيير وائل رياض لخالد بيبو لتثبيت